السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير يا رب. وصفتنا النهار اليوم كما راكم تلاحظوا بريوش محشي بالشوكولا، ولا اروع البنات، يجي خفيف ريشه سهل، اسهل منه ما كان. تابعوا الفيديو للاخير، والى عجبتكم الوصفه ما تنساونيش بالجيم فرجه على بركه الله. عندي هنا كاس ماء، نصف كاس ماء دافي، بسم الله. عندي نصف كاس حليب دافي، عندي ملعقه سكر وملعقه خميره، ملعقه كبيره سكر وملعقه كبيره خميره الخبز. راح نضيف معاهم كاس فرينه، مش هنخلط مليح ونخلي الخليط تاعي هذا حتى يخمر. هنا لازم تفعل الخميره هذه تاعنا باش نقدروا نكملوا الوصفه. وهنا البنات بعد ما ضاعف الحجم تاعنا تاع الخميره، شوفوا يعني كيفاش خمرت، بسم الله. هنا راح نكملوا الوصفه تاعنا. راح نضيف نصف تاع سكر، نصف كاس، نخلط مليح. نخلط مليح حتى يذوب السكر. راح نضيف ربع كاس زيت، يعني كل مكون نضيفه راح نخلط مليح باش هكذا ما يجيناش البريوش تاعنا معجن. راح نضيف بيضه كامله، هنا راح ندير قشور تاع البرتقال، يعني تقدري ديري فاني، ديري قشور ليمون، ديري مزهر، يعني القوت تاع المزهر يجي بزاف مليح في البريوش. راح نضيف قرصه ملح، راح نبدا نضيف الفرينه، هذا الكاس الاول. لما ننسى هنا ملعقه كبيره تاع خميره الحلويات، راح نضيف ملعقه خل البنات، نضيف الكاس الثالث، راح نضيف الكاس، يعني نضيف هذا الكاس الرابع نضيفه بالتدريج. هنا لازم نستعمل يدي باش نعرف قوام تاع العجين تاعي. كما نعرفوا عجين تاع البريوش ما يجيش يابس. راح نضيف قليل من الكاس الرابع. هذا هو قوام العجينه تاعنا البنات. شوفوا هنا ما يلصقش يعني في اليد. هنا راح نضيف له ملعقه زبده او مارغرين، للامانه البنات انا نشوفوا شدات من عندي، يعني شدات كامل الفرينه، فضلت قس ملعقه من الكاس الرابع.
انا ندخل هاد الزبده مليح في لاباط هذه. هنا بعد ما كملت البنات هنا راح نغطيه، راح نحط له نغطيه بكيس بلاستيكي، نغطيه ونخليه حتى يخمر البنات ونرجع معكم. هنا بعد ما خمر لاباط تاعنا، شوفوا نضاعف الحجم تاعها بسم الله. نعم شويه الان راح نقسمها يعني، والحجم هنا نتوما تحكموا فيه، تحبوا البريوش تاعكم كبير ولا صغير. هنا بعد ما قسمتهم من هاد الاشكال يعني كما قلت لكم البنات تحكموا في الشكل، تحبوهم كبار ولا صغار. جبت صينيه ورشيت عليها فرينه، وهنا نبدا نشكل فيه البنات. هنا عندي هذا الشوكولا، انا استعملت نيتيلا يعني، واللي متوفر عندك استعمليها. هنا الشكل البنات تتحكموا كما تحبوا نتوما في الحجم وفي الشكل. هكذا ونغلق، نحاول نغلق مليح. هنا نحاولوا نغلقوا مليح باش هكذا الشوكولا تاعنا ما تخرج. نزيد لنا الحبه تاعنا، نعاود نتاكد بلي راح نسكر يعني هكذا باش ما تخرجناش. هنا انا في صينيه فرشت شويه، رشيت لها شويه فرينه، ولا عندك بابي ورق الطهي هناك معليش قليل فقط تاع فرينه. نكمل بهالطريقه كامل الكميه اللي عندي كما راكم تلاحظوا.
هنا بعد ما كملت الكميه تاعي عندي صفار بيضاء، درت له ملعقه حليب، رشه من لافاني، وراح ندهن البريوش تاعي. هكذا نكمل ندهنه كامل. ومن بعد نخليه يزيد يخمر البنات، لازم يزيد يخمر معنا يعني قبل ما نطيبه. ودرجة الحرارة تاع الفرن راح نديرو 180. طيبتهم من التحت ومن بعد شعلت عليه من فوق حمار، ودوك تشوفوا النتيجة. البريوش تاعي بعد ما طاب هنا راح ندير له رشه هكذا تاع سكر كلاصي او سكر كلاص. وهذه هي النتيجه تاع البريوش تاعنا البنات، بعد ما كما قلت لكم رشيته فقط بشويه سكر كلاص. هنا درت له خطوط بالشوكولا يعني اختياري. لاحظوا البنات يعني كيفاش يجي فارغ من الداخل، يجي خفيف ريشه البنات. كانت هذه وصفتي معكم نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، والى اللقاء في وصفه قادمه والى فيديو قادم.